وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد اللواء صقر الجروشي قائد القوات الجوية الليبية أنه تم التنسيق بشكل كامل مع القوات المصرية لتنفيذ الضربات الجوية ضد معسكرات تنظيم داعش، مؤكدا أن مصر تحترم سيادة الدولة. كما قال الجيوشي إن الضربات أسفرت عن مقتل 50 على الأقل من التكفيريين والقبض على عدد منهم. تم تكليفي من قبل السيد عبد القادر الناظوري رئيس أركان العام للجيش الليبي واللواء خليفة حفتر قائد معركة الكرامة بالتنسيق مع مصر بعد عملية الذبح الشنيعة اللي عملوها في منطقة سرت وضم الدواعش والتكفيريين. تم التنسيق مع القوات الجوية المصرية وتم تحديد أهداف بالدقة من الجانب المصري والليبي في درنا، لأن درنا محتلة وخارج المنطقة الليبية وليس تحت سيطرة الحكومة ولا الدولة، وعندهم ميناء مفتوح على العالم يصدرون بالإرهاب ويقومون بإحضار الأسلحة والدواعش من العراق ومن غيرهم. الضربة كانت ناجحة بالتنسيق بالطيران الليبي والطيران المصري، وكانت الضربة بالتحديد في منزل أحد الخوارج التكفيريين اللي هو قاطش، ومنزل كبير جدا، منازل مش منزل صغير، هذه فيلا كبيرة تحت على ذخائر وعلى مراكز تدريب والشاعري ومركز تدريب المنصوري، أظن من الرؤوس الكبيرة في تنظيم القاعدة. تم استهدافها وتم الطيران الليبي استهداف منزل الظني، احتمال يكون في بعض الأفراد المدنيين لأن كان فوق هذا البيت مدفع ضد الطيران، تم قصف الطيران الليبي واحتمال يكون استشهد في حد. وتكرارا ومرارا نحن من أكثر من 9 شهور نحذر في الليبيين الابتعاد عن في بنغازي في درنا، الابتعاد عن الدواعش وعن التكفيريين، لأن مستهدفين بواباتهم مستهدفين معسكراتهم. يعني هذه العائلة اللي بقت من عائلة الظني فيها 2 أفراد تبع تنظيم القاعدة أيضا، هم اللي حطوا المدفع فوق البيت، واعتقد أن المدفع والبيت مصيب مع بعض ولا تبلغ الطيران المصري فيها لأن مسؤولية الليبيين، والهدف نحن اللي أصبناه. مصر تحترم سيادة الدول، مصر لم تعمل من رأس ضخرة بطيرانها، مصر نسقنا معاهم ونحن فرحانين كليبيين لاستهداف هذه المواقع. نتيجة هذه الضربة الناجحة تم هروب بعض العناصر الكبيرة من درنا من الميناء بجرافات، وحاليا من 121 من قاعدة جمال عبد الناصر الجوية طبرق تنفذ بطلعات لملاحقة هذه السفن وهذه الجرافات، ونقول بإذن الله هذه الخطوة الأولى وهناك خطوات ثانية. ليبيا تطلب طلعات جوية وليس قوات برية من أي دولة، لكن القوات الجوية نفرح بها زي ما قال السيد اللواء خليفة حفتر، يتفرغوا معنا لمحاربة الإرهاب ولمحاربة التكفيريين. على فكرة يعني شاب وشعب العربي عارف أن المجموعات المقاتلة اللي في درنا واللي في بنغازي صدر قرار من الأمم المتحدة بأن هذه المجموعات إرهابية، لهذا السبب نحن مصر وليبيا نقاتل بهذه المجموعة الإرهابية بناء على قرار الأمم المتحدة، بناء على الذبح اللي عملوه فينا. ومعنا هاتفيا اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري. سيادة